السلام عليكم ورحمة الله متابعي ومشاهدي مصطفى المومري، حياكم الله جميعا. اليوم الثلاثاء 28 فبراير كان الجلسة للنطق بالحكم في قضية مصطفى المومري وباقي الإعلاميين. أنا أرجو من جميع المشتركين والمشاهدين والمتابعين لقضية مصطفى المومري الدعاء لرئيس المحكمة القاضي يحيى بن عبد الكريم المنصور، رئيس المحكمة الجزائية. ادعوا ان الله يشفيه، لانهم قالوا ان اليوم كانوا مريض ما قدرش يجي المحكمة، ولذلك عجلوا الجلسة الى اجل غير مسمى. دعواتنا له بالشفاء العاجل علشان نتخارج. طبعا احنا قد دخلنا في شعبة، وان شاء الله 20 يوم وندخل رمضان، شهر مبارك ورمضان يجمعنا، وبعدها كل عام وانتم بخير، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. وتجي الإجازة القضائية شهر رمضان، وبعدها الإجازة القضائية شوال، وصارت شهرين، ونلتقي إن شاء الله بعد الإجازة القضائية. يصنفون المصنف ويجزئون المجزأ، هذا خبرهم. كل هذا بتوجيهات، ويستعرضوهم في الستين. لو مدوهم من الإصلاحية حق الأمن والمخابرات للمحكمة فوق الطقومات علشان يستعرضوهم طول شارع الستين. هذا الدولة تشتي تستعرض قوتها ونفوذها وجبروتها على من؟ على الإعلاميين، على مصطفى. هذه قوة الدولة، هذه هيبتها. دولتنا الذي حاربت التحالف وحاربت أكثر من 22 دولة وقاتلت العدوان ووقفت تجاهه، ما هزها ريح، ترجع تستعرض قوتها على الإعلاميين. عجيب والله. لكن احنا أملنا بالله كبير. احنا أقل شيء يا جماعة كان تسمحوا لنا بزيارة رئيس المحكمة نطمن عليه ونطمن على أحواله، يعني عن جد والله. طالما والزيارة ممنوعة على مصطفى المومري، وقلت لكم أكثر من أسبوعين وانتم مانعنا من زيارة مصطفى المومري وحاجب عنها الزيارة، أقل شيء نزور رئيس المحكمة نطمن على رئيس المحكمة. قصدنا من واحد نزوره ولا والكل ممنوع الزيارة على رئيس المحكمة؟ أي واحد مرتبط بقضية مصطفى المومري ممنوع عنها الزيارة، والزيارة محجوبة عنه. يا دولتنا وصلت الرسالة، ويا حكومتنا رسالتكم وصلت. كلام عن الفاسدين ممنوع 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 ممنوع. خط أحمر. اتحالف مع العدوان، اتخابر مع دول التحالف، كون مرتزق، كون عمي، هذا عن سامحك فيها، ما مش عندنا مشكلة، مواضيع عن حلها بيناتنا البين. لكن تتكلم على فاسد، الويل ثم الويل. والرسالة وصلت بحذافيرها. أنتم بهذه الطريقة وهذه الأساليب الذي بتحاكموا بها مصطفى المومري تسيئون لأنفسكم وتقطعون أكفكم بأكفكم، وبتمشوا على نهج من كانوا قبلكم في السلطة، الذي ما همه إلا الكرسي والمنصب حقه، يوبه لله يصير. احنا معانا الله، ولا احنا طالبين رجاء ابن مره خلقه الله على وجه الأرض. ما نطلب إلا وجه الكريم الحي الذي لا يموت. وما دام الله راضي عننا بفضله وبمنه وبجود وبكرم من الحي القيوم، ما عاد ادور الله رضا امي، وبعد رضا رب العالمين ورضا امي واقسم بالله لا نوقف في وجه اكبر طاغية في البلاد. الجلسة تأجلت الى اجل غير مسمى، وما نعلمش ايش الذي عيتم
إذا بلغونا قبل الإجازة القضائية بالحكم. أما قد الجواب باين من عنوانه، نلتقي له بعد الإجازة القضائية. إذا تمت جلسة وبلغونا أن في جلسة وحكموا قبل الإجازة القضائية، أيكون خيرا والذي، ما لم فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل طاغية وعلى كل يد آثمة مأفومة في حبسة مصطفى المؤمن. وإذا ما عاد فيش مؤمن صادقي يتكلموا كلمة الحق، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا علمي وسلامتكم.